مساء الفل كل بيتفرجوا علينا او يسمعونا في حلقه جديده من جيفنج باك. في حلقه النهارده معانا المخرج عبد الله الهاجري. ازيك يا عبد الله؟ اهلا وسهلا. اخبارك ايه؟ انا مشكله الحلقه هذه تمام. مشكله ليه؟ لاني بخلص من الحلقه يجيني شد عضلي هنا، مبسوط جدا. طيب لا يعني والله لا فعلا احنا مبسوطين. يعني انا احاول من لما جلست هنا انا احاول اخفف الابتسامه لانه مؤلمني الموضوع، بس انا مبسوط جدا. لا والله احنا مبسوطين الوناسه. احنا مبسوطين انت معانا بجد. نورتنا في استوديو منواتي يا حبيبي، زي ما بنقول يعني منواتي فتح لنا بيته ان احنا نصور فيه. شكرا جزيلا. يعني نورتنا. عايزين بقى نعرف رحلتك كده مع الصناعه دي بدات منين لغايه النهارده كده سريعا. والله بدايه اولا اهلا وسهلا بجيفنج باك في السعوديه، منورين في بيتكم الثاني حبيبي. وإن شاء الله يطلع كونتنت ومحتوى رهيب جدا من الحلقات اللي تصور في السعودية. مبسوط أنا جدا. ممكن عبد الله بالمختصر السريع جدا. أنا اشتغلت كل المناصب وكل الوظائف اللي موجودة في حلقة الإنتاج وحلقة العملية الإبداعية كاملة. فأنا في الإنتاج اشتغلت من كيترينج اللي هم مهتمين في حضور الأكل والمشروب وكل ما يخص الإنسان في موقع التصوير، إلى منتج. اشتغلتها كلها بلا استثناء، يعني ممثل، مصور، مؤدي صوتي، ممثل صوتي، مخرج، مساعد مخرج، كاتب، كله. يعني انت سمي الوظيفه اللي في بالك، انا على الاقل جربتها لو لي مره واحده. مالتي تالنتد ما شاء الله. يعني ما هي مالتي تالنت كثر ما انه هو حب وباشن، الى انه انا يعني هذه معلومه اعطاني اياها احد الاشخاص في يوما ما، انه عشان تكون مخرج جيد انت لازم تكون عارف كل اللي معاك ايش قاعدين يسوون بالضبط، فاهم شغلهم كلهم، عشان حتى انت لما يكون في بالك حاجه معينه تعرف تشرحها للقسم هذا بشكلها الصحيح. يعني انت ما تشرح شرح عام للجميع وتعتقد ان الكل يفهمك بالطريقه اللي انت تتوقعها. انت لا، عندك يعني انا بطريقتي في العمل انه انا لا امسك كل شخص واشرح له بما يخص قسمه وبالمعلومات اللي تخص قسمه. يعني فانت كنت تعمل كل ده من الاول لان عندك الطموح، شايف الهدف الاكبر انك عايز تكون مخرج. يس. اوكي. ونفس الشيء برضو في الايجنسيز. يعني انا اشتغلت في الايجنسيز سيلز وبزنس ديفلوبمنت، اشتغلت اكاونت مانجر، مدير حسابات، واشتغلت برضو كاتب، مصمم. ما اشتغلت وظيفة كمصمم، ولكن برضو يعني لو اضطرت الامور ممكن اعمل تصميم عادي، ما مشكله. فكل الدائره كامله سواء في الانتاج او في الايجنسي والوكالات والكرييتيف بروسيس، هذا كله مريت عليه اتليست لو لمره واحده، بعضها عن قصد بعضها بالصدفه. حتى اشتغلت في جانب العميل فتره 6 شهور في ماركتينج في جاهز، كانت يعني 6 شهور بمثابه سنين صراحه. تعلمت منها كثير يعني، واحتكيت بناس فعلا يعني تعلمت منهم كثيرا. ولدرجه ان انا الى يومك هذا لما اقول للناس انا اشتغلت في جاهز 6 شهور، الاغلب ينصدم، يعتقد اني انا اشتغلت في جاهز 2 3 سنوات، من كثر ما انها هي كانت 6 شهور مليئه بالتجارب يعني. يعني خلينا نبدا من نقطه البدايه. انا كنت حاب المجال، انا حاب حاجه اسمها اعلام، تصوير، سميها اللي تسميها، يعني اسمائها كثيره يعني. وحاب ادخل المجال هذا، بس ماني عارف ايش الطريقه الانسب يعني. هل عندي علم كان وقتها؟ لا. هل كنت اجرب؟ هل كان عندي تجارب؟ يمكن يعني اكثر تجربه متطوره كانت في ذاك العمر انه كنت انزل فلوجز في اليوتيوب، وموجوده الى الان. يعني الناس لو يعملون سيرش عبد الله الهاجري فلوج بيطلع لهم فلوجز موجوده في اليوتيوب الى الان. يعني يمكن الفرق الوحيد كان وزني 160 وقتها، الحين وزني 80. فنص الشخص هو اللي ما شاء الله، النص اللي يعمل الفلوجز هو اللي خسرته انا. عشان كذا ما اسوي فلوجز الحين. فحصلت فرصه هي اللي يمكن عطت دافع بعدين انه انا ادخل المجال.
كان وقتها محمد شندي نزل بوست في سناب شات يطلب أحد يساعده في الارت تيم. هذا الكلام في 2016 أو 15 إذا ماني غلطان. كان وقتها هو يشتغل ارت دايركتور في فيلم وسطي لعلي الكلثمي. وحط في سناب شات بوست انه يحتاج احد في الرياض يساعده كذا. شندي ارت دايركتور من عمان يعني يشتغل هنا. فارسلت له، انا قلت له انا فاضي وعندي سياره فيها حوض، انا ما اعرف انت ايش تبغى تسوي بس انا مستعد اساعدك، انا حاب المجال هذا فانا مستعد اساعدك باللي انت تبغاه. فاذكرها الى يومك هذا، رحت عنده المكتب ووراني الستوري بورد. بعدين كان جدا شعور جميل لما انا اشوف، انا ما اشتغلت على الفيلم طبعا. اليوم اللي بعدها البروديوسر طلب من شندي انه لا يجيب احد عنده شويه اكسبيرينس، فما رحت معاه في المشروع هذا. بعدين لما شفت الفيلم لما نزل في العروض الخاصه كان شعور حلو انه انا الستوري بورد انا شفته في يوم من الايام مع شندي، وفعلا هو نفس الستوري بورد اللي كان مرسوم هو اللي طلع في الفيلم. بعدها بسنة أنا عندي ما أعرف هي طريقة أو أسلوب عشان أنا أتابع المجال الشخص اللي أنا أشتغل معاه عن قرب. أكون سويت له فولو في جميع حسابات السوشيال ميديا وكذا. فيوم من الأيام أنا فاتح تويتر وشندي سوى ريتويت لبوست في انستغرام في تويتر عن شركة إنتاج اسمها RGB، حبايب قلبي، فهد العتيبي ومحمد شرف الدين ومحمد نبهان. هم الثلاثة أشخاص هذول سبيشلي يعني من الأشخاص اللي أنا بكل صراحة أقدر أقول هم اللي صنعوا بداية عبد الله الهاجري. كانوا يحتاجون بارت تايم فيديو إديتور، محرر فيديو بدوام جزئي. فرحت أنا قدمت. صديقي وقتها فيصل السعدان كان شغال معاهم. كلمت فيصل قلت له فيصل وش الطريقة كذا، فكلمني فيصل اليوم اللي بعده رحت سويت معاهم انترفيو. شغلوني معاهم تست كذا تجربة. وبعدين أثبت نفسي بعد عدد معين من الشهور وبدأت أشتغل معاهم مشاريع. وبعدين هنا جاءت فكرة إنه أنا لأنه أنا فيديو إديتور وآخر واحد يشتغل في العملية الإنتاجية، فكنت دائما أطلب من الشباب إنه وكان برضو فهد العتيبي مشكورا هو دائما يدفني. يعني أنا أول مرة كتبت فيها في حياتي فهد العتيبي أجبرني أكتب. أنا ما كنت وقتها حتى لما وأنا أكتب أقول أنا ليش قاعد أكتب، أنا ما أحب الكتابة. اليوم أنا آخر وظيفة اشتغلتها كنت كاتب. ومن الأشياء فعلا اللي أنا أستمتع وأنا أسويها هي الكتابة. فهذا كان تقريبا أول سنة ونص خدمني فيها أنه أنا فترة الجامعة كان عندي يعني كنت أسقط في مواد في الرياضيات في الجامعة، فكان عندي وقت فراغ أكبر من الجامعة كنت أغطيه في الشغل، فساعدني أتطور وأتعلم بشكل كبير جدا. اشتغلت تقريبا نقول خلينا المرحلة الأولى خلينا نسميها سنة ونص، هذه اللي أنا اشتغلت فيها فيديو إديتور وركزت فيها بشكل كبير على الإديتنج، وكنت أشتغل شغلات ثانية مختلفة. 2018 في النص الثاني من 2018 مجلس السعودي للأفلام أطلق فرصة تدريبية وعملية في فرنسا باريس في معهد لافيميس لصناعة الأفلام. فطلعوا 12 مخرج ومخرجة سعوديين، وكنت أنا الحمد لله محظوظا منهم. وكتبت واشتغلت على أول فيلم قصير في التجربة هذه. يعني هي جزء منها كان محاضرات وشيء نظري، وبعدين الأفلام اللي احنا كتبناها في المحاضرات والشيء النظري اشتغلنا عليها. كانت تجربة عظيمة جدا، يعني أشكر فيها صراحة كل اللي كانوا موجودين وقتها في المجلس السعودي للأفلام، وعلى رأسهم يعني فيصل بلطيور. فيصل يمكن حاضر معايا في بيج مايلستونز برضو في التجربة كاملة هذه اللي يعني آخر 8-9 سنوات. بعدين بعد رحت فرنسا أخرجت الفيلم، رجعت قلت خلاص أنا الآن أركز إني أكون مخرج. أول ما رجعت في سبتمبر في نفس الوقت اللي إحنا قاعدين نصور فيه الآن الحلقة. كان اليوم الوطني هاي سيزن، وقتها كان بدايات سيزن اليوم الوطني، فأخرجت إعلان لليوم الوطني. وبعدها مشاركاتي في الإخراج كانت ضعيفة جدا، تكاد تكون غير موجودة يعني.
فبعد فتره رجعت كملت شغلي كفيديو اديتور واشتغلت في اشياء ثانيه مختلفه. بعدين قلت انه I have to خلاص اخذ خطوه لانه انا اركز على الاخراج. فاخذت الخطوه هذه، استقلت من RGB بلا يعني هي الخطه انه انا ابي اروح للنكست ستيج او بروح للمرحله الثانيه، بس كيف شلون هل في خطه مرسومه على الورق؟ لا ما كان في. اشتغلت بعدها كمخرج في مشاريع بسيطه جدا يعني. يمكن الهايلايت فيها واشكر فيها يعني عبد الرحمن ابو مالح على الفرصه. اشتغلت في 8 فتره بسيطه جدا. يعني اشتغلت فيها على كذا سمول دوكيومنتريز، كانت تجربه استفدت منها الكثير يعني. وعبد الرحمن وثقته فيني يعني كانت مشكوره جدا. صح انه ما استمرت الفتره طويلا ولكن استفدت منها الكثير يعني. بعد كذا دخلت في رحله بعيده كل البعد عن الجانب الابداعي من المجال. اشتغلت في ايجنسي اسمها جرس كسيلز وما اعرف تطوير اعمال ولا اسمي البوزيشن اللي يسمى يعني، بس انه اي بزنس ديفلوبمنت. فانا اللي كنت اروح للعميل وابيع عليه المشاريع والبرودكتس اللي موجوده عندنا في الشركه. فدخلت، بدأنا مع بعض، اشتغلنا، صرنا نجيب مشاريع، صرنا نشتغل. كملت معهم 1.5 سنة. بعدها طلعت رحت لجهة العميل، اشتغلت في جاهز 6 شهور في الماركتينج في قسم التسويق. تجربة كانت مثرية جدا 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 جدا. يمكن هي من أكثر التجارب اللي أنا حتى كان عندي المساحة أنه المجالات الثانية اللي أنا مهتم فيها مثلا الرياضات الإلكترونية احتكاكي فيها الأكبر كان في الفترة اللي كنت فيها أنا في جاهز، لأنه وقتها جاهز وقع رعاية مع فالكونز، الفريق اللي لسه جايب كأس العالم للرياضات الإلكترونية. تجربة تعرفت فيها على ناس كثير وتعلمت منها برضو كثير. جاهز يعني حامد البكر هو عراب نجاح جاهز يعني، ولا قصورا في برضو شريكه المؤسس قصاب المنديل، أساتذة وتعلمت منهم كثيرا يعني، ما حتى بشكل مباشر وبشكل غير مباشر يعني. دائما لما تشوف يعني حامد البكر دائما عنده حاجة سبيشل في اجتماعاته، في جلساته، في حواره مع الناس، إلا ما يلهمك ويعلمك حاجة مختلفة. دائما عنده أسلوب كذا مختلف في التواصل. بعد جاهز أنا وصلت إلى مرحلة أنه خلاص أنا اكتفيت من الجانب الإداري من المجال، أنا لازم أرجع للجانب الإبداعي. فوقتها حصل فرصة أني أشتغل في حبار، وكانت من أجمل الفرص صراحة اللي صارت في حياتي. حبار استفدت منها كثيرا 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 يعني. ووقتها دخلت حبار كنت أكاونت مانجر. وبعد فترة في نقاش انه انا انتقل من الجانب الاداري الى الجانب الابداعي ككوبي رايتر كاتب. ومشى الموضوع بشكل سلس وسموث. هذا ايمانا في حبار انه هي مؤمنه بالمواهب، وانه الواحد لو انه هو كويس هنا يعني، انا ما اعرف اذا انا كنت افضل واحد كاكاونت مانجر، بس انه على الاقل كنت ممشي الشغل. فهو كشركه وبزنس يعني قرار انه هو يسمح لك تنتقل للفريق الابداعي، وهو مثلا ما اخذ معك هذه التجربه وانت مسوي كويس هنا من ناحيه بزنس، ما هو يعني جدواه ما هي واضحه، هو رهان. وحبار اخذت الرهان هذا في انه تثق فيني انا، واشكرهم صراحه يعني انه حطوا فيني هذه الثقه، وانتقلت معاهم برضو للفريق الابداعي. بعدها اشتغلت 1.5 سنة كسينيور كوبي رايتر في حبار. وبعدين جاتني مكالمة من فيصل بلطيور اللي رحت معاه 2018 فرنسا. قال كلمني في أكتوبر الماضي، قال لي عبد الله أنا عندي فرصة في تونس وأبغاك تروح لها. مشكورين حبار برضو، وخصوصا يعني الأشخاص اللي ساهلوا كل العملية هذه يعني، منهم مديري سعد الحربي، حسان الأنصاري، بندر الطويرقي، يارا مراد. هي جزء كبير من انتقالي من الفريق من إدارة المشاريع للكرياتيف.
والكل صراحة يعني ما ودي أذكر أسماء بالتفصيل عشان لا أنسى أحد. يعني ممكن زميل الرحلة هذه كلها من أكاونت مانجر إلى كرياتيف في حبار هذه كلها حمزة بالفقيه. والشخص برضو اللي دخلني وعرفني على حبار محمد الرجيعي. أسماء كثيرة يعني صراحة أنا الحين بديت أخاف إن أنسى أسماء معينة بس إنه فعلا هذول أشخاص أثروا في حياتي يعني. بعدين طلعت تونس، اشتغلت كمساعد مخرج في فيلم تونسي، فيلم عايشة. لسه أنا توني راجع من مهرجان البندقية السينمائي، كان العرض العالمي الأول للفيلم الحمد لله. شعور جميل جدا انك انت تشتغل على فيلم طويل تكون جزء منه. تعلمت من التجربة هذه كثيرا يعني. الناس اللي كانوا موجودين، يمكن احنا دائما عندنا في السعودية سقف الشخص اللي خبرته أعلى منك يعني انك تحصل شخص خبرته اعلى منك ب10 سنوات قليل جدا في مجالنا لانه مجال جديد. فانا لما رحت مثلا فرنسا في اولا تقابل شخص يعني كان مدرسنا في قسم التصوير جلس 15 سنه فوق سبولر، وبعدين قرر يصير دي او بي، وله 15 سنه دي او بي. فالرجال له 30 سنه اكسبيرينس في الاندستري، هذا غير دراسه الجامعه قبل، غير اشياء كثيره. فانك انت تروح وتخالط هذا النوع من الخبرات العملاق جدا والمتنوع في العالم كله شيء جميل جدا. وهذا اللي انا فعلا حصلته في تونس، غير انه ناس رهيبين، ناس يعلمونك، ناس يساعدونك بشكل كبير. فرجعت من تونس وقررت وقتها انه انا يعني أعتقد هو الوقت المناسب أنه الآن أتفرغ 100% للإخراج. فحصل ذلك في بداية السنة هذه. والحمد لله الآن تركيز كامل على الإخراج. ممكن في حاجة جانبية حتى عشان أذكر أنا كل التفاصيل في الرحلة. من شهرين أنا ومجموعة من الأصدقاء أسسنا شركة إنتاج محتوى رياضي، والآن ينتج لها أسبوعيا بودكاست اسمه شوط يتكلم عن الدوري السعودي. الحمد لله محقق أرقام ممتازة جدا. أنا مشاركتي فيه ممكن تقول إشرافية في الإنتاج والجانب الإبداعي في الهوية وكذا وما أعرف إيش. أنا مهتم في الكورة، ولكن يعني لو نحلل الكورة بعد شوي أنت الناس بتكفل الحلقة. فبس يعني هذا اليوم الحمد لله أنا تركيز كامل على الإخراج. إلى الآن أخرجت إعلانات الحمد لله، أنا مبسوط منها جدا 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 وراضي عنها. إن شاء الله الهدف الأكبر السينما والأفلام. قاعد أشتغل الآن على فيلم قصير كتابته، وإن شاء الله أنه ينتج في أقرب وقت ممكن. وبس يعني هذه ما أعرف إذا في أشياء كثيرة نسيتها أنا، وفي أشخاص كثيرة أنا متأكد أني سقطوا من تفاصيل القصة هذه. بس إنه برضو يلا مع الأسئلة الآن والنقاش. أتمنى إني ما طولت عليك كبداية، إن شاء الله ما تكون طويلة يعني. بس أنا اختصرت 8 سنوات أو 9 سنوات في ما أعرف كم عدد الدقائق. لا رحلة هايلة، ورحلة فيها فعلا تفاصيل كتير زي ما انت قلت يعني. فشكرا ان انت بقى حكيت لنا كده على التفاصيل وعلى التفصيلة ان انت دايما بتحاول تذكر الاشخاص اللي فرقوا في المشوار بتاعك وفي رحلتك. دي حاجة احنا بنحاول دايما نشجعها وجيفينج باك، لان هي الرحلة حتى لو المخرج ممكن تكون يعني ممكن نقول ان هو دور فردي، بس هو الرحلة عمرها ما تكون فردية. وحتى المخرج دايما بيكون معاه تيم عشان يعرف يطلع الحاجة بتاعته. فهو ممكن يكون بيبان ان الدور دور فردي، لكن الرحلة والمشوار دايما بيكون فيها ناس كتير واقفين معاه جدا. فيعني ففكرة انك كنت حريص انك تذكر حد وحس ان انت ممكن تكون يعني متضايق لو نسيت حد، يعني دي حاجة احنا بنحبها جدا في جيفينج باك يعني انا لو تسألني هذه في 8 أو 9 سنوات هذه، وكنت انا افكر قبل شوي وانا جاي في السيارة في الموضوع هذا، لو تبيني اختزل لك هذه السنوات كلها ايش اكبر فائدة انا استفدتها، هي معرفة الاشخاص هذولي، واني تعلمت منهم كثيرا. وكل شخص مفيد في تفصيله، انا متاكد في بعضهم حتى ما هو عارف انه مفيد او ساعدني او الهمني في حاجه معينه. اشخاص ممكن تقاطعت معاهم يوم واحد
وانا على علاقه جيده معاهم الى يومك هذا يعني. بس انهم فعلا افادوا يعني. فيصل بالطيور انا لما كنت في مهرجان البندقيه شكرته كثيرا يعني. كل ما التفت واشوف فيصل قدامي في المهرجان اشكره. فيصل ما هو عارف ايش الفائده العملاقه اللي سواها، اللي خدمني فيها لما اتصل علي واعطاني الفرصه اني اروح اشتغل في الفيلم التونسي هذا. فائده عظيمه جدا جدا في نواحي كثيره ومختلفه تماما يعني. فكره اني انا رحت 42 يوم في تونس، تركيزي الكامل هو الفيلم هذا الطويل، ساعدني انه انا عندي كان وقت فراغ بعد تصوير 12 ساعه كل يوم افكر في المستقبل، ايش اقدر اسوي، ايش اقدر احط هنا، ايش اقدر اسوي هنا. هذه كلها حتى الشباب اصحابي يعني اصحاب عمري اللي اعرفهم من اكثر من الحين نتكلم اكثر من 21 سنه، انا وياهم اصحابي الى يومك هذا. ما لهم علاقه هم في المجال، كلهم مهندسين ومحامين كذا وظائف ممله. ساعدوني في جوانب كثيره يعني. انا لما اروح اجتمع معاهم اسمعهم يسولفون بزنس، كيف توفر فلوس والاستثمار في المكان هذا وما اعرف وشو. كله اليوم خدمني انه انا اكون اركز. مثلا اليوم انا في الاخراج، خطوه انه انا استقيل واركز تماما على الاخراج خطوه جدا مرعبه، وانا ما احفز اي احد يسويها الا لما يكون مخطط لها بشكل يعني. يمكن انا ما خططت لها بافضل طريقه ممكنه، ولكن برضو في جوانب يمكن الناس حتى ما تذكرها في اماكن كثيره. انه لا انا مثلا اخر 3 سنوات او اخر 2 انا عارف انه انا بيجي يوم انا حستقيل واركز على الاخراج. فانا دائما كان عندي مبلغ اسحبه واحطه على جنب، هذا لليوم اللي انا حستقيل فيه وحركز على الاخراج، عشان اعرف اكل نفسي واعيش في الفتره اللي انا ما حيكون في عندي دخل ثابت وراتب ثابت. هذه من الاشياء اللي انا تعلمتها من الشباب اللي اصحابي اللي خارج المجال يعني. دائما عندهم برضو منظور مختلف للمجال. ويمكن برضو هذه فائده ثانيه منهم من الفوائد، انه دائما هم يحسسوني انه احنا دائما عندنا ضغط كبير جدا في المجال، انه شغلك جدا مهم، ومهما كان شغلك جدا مهم المفروض انه ما يجي عليك يعني، ما يتعبك، ما يوصلك الى مرحله انت تتعب في اشياء خارج الشغل. فدائما الشباب هذول لما كنت اروح اجلس معاهم، صحيح انه استسخاف شويه من المجال يعني، لانهم مهندسين، تعرف انت نظره المهندسين على باقي البشر، بس انه دائما كذا اللي فعلا يعطونك استيعاب انه الحياه حلوه. انت مثلا لو فشلت اليوم في شغلك في اعلان معين، ولا فشلت في شغلك على فيلم معين، ولا في حاجه معينه، ما هي نهايه الحياه. انت حتفشل اليوم عشان تعمل حاجه صح بكره، عشان يعني تسوي الافضل بالمره القادمه، تعطي نفسك حتى تشحن نفسك بطاقه انه المره الجايه انت تسويها احسن. ممكن المره الجايه تسويها أسوأ، بس هذا لا يعني انه المره اللي بعدها بتكون احسن واحسن منها بكثير يعني. فانا يمكن ابحث عن الفائده في كل مكان او في كل جانب من الجوانب. ففي والله اشخاص كثيرين يعني، لو اجي اشكر الاشخاص بالاسم شخصا ابى بنجلس في البودكاست الى بكره مش هنخلص يعني. ممكن ناخذ معنا الكاميرات نمشي نرجع مصر انا وياك نكمل الحلقه هناك. الله لا يعني انت باختصار بس فعلا بس بتتكلم على ازاي دايره علاقاتك حتى اللي جوه المجال واللي بره المجال، ازاي فعلا ممكن تفرق في تكوين شخصيتك، تفرق في تفكيرك، تفرق في تحديد اهدافك في كل حاجه. فيعني نقطه مهمه طبعا جدا. انا بس اسمح لي هذه انا يعني شكرته كثيرا، ولكن الشكر كله مع التحيه والتقدير والاحترام للاشخاص اللي شكرتهم كلهم في جانب، والشكر لامي وابوي الداعمين الاكبر اكيد لي في هذه الرحله كلها. امي وابوي واخواني يعني دعم لا يوصف يعني. انا اليوم حرفيا لا شيء بدون امي وابوي واخواني. لما ارجع من ضغط تصوير 16 ساعه، طلعنا اوفر تايم مزعج، انا ما اخذت الاشياء اللي انا ابغاها. لما اكون جالس في المكتب، لما كنت كاتب 20 ساعه قاعدين نشتغل على كونسبت عشان نبي نبيع على عميل عملاق ما اعرف ايش، ترجع البيت المحيط يدعمك ويعطيك طاقه كذا عظيمه جدا. انا يعني فعليا لولا الله ثم امي وابوي واخواني ودعمهم انا لا شيء، ولا قصورا ولا تقليلا من دعم اصحابي المقربين لي اللي هم اخواني. اقول لك 21 سنه يعني انا من وعيت على الدنيا هم اصحابي.
وهم هذول ما راح اسميه ولا اسم منهم عشان لا انساهم، يعني عددنا كبير جدا، ما هو بسيط، فما اسميهم بالاسماء. يعني انا اذا ربي اكرمني فعلا كرما عاليا، يعني ربي اكرمني في اشياء كثيره الحمد لله، بس فعلا انا غني وثري جدا وفائق الثراء، ما اعرف ايش الاكبر الثراء ممكن، بالعلاقات والاصحاب اللي انا ربي اكرمني فيهم الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب عبد الله، عايزك بقى كده تتكلم معانا وتحكي لنا اكتر من وجهة نظرك ايه اللي خلى الصناعة تزدهر هنا في السعودية في الفترة اللي فاتت. يعني شوف، انا ماني موجود من زمن بعيد، يعني في ناس كثير موجودين من زمان جدا، يعني مهما بس انا لحقت على فترة كانت فيها الصناعة لسه في بداياتها، خصوصا للشركات المحلية والإنتاج المحلي. يعني أنا أتذكر في 2016 الأدوات والمعرفة اللي كانت موجودة ما هي بالحجم اللي موجود اليوم. يعني أنت تتكلم 2016 كان في شركة تأجير معدات واحدة أعتقد إذا ماني غلطان. اليوم أنت تتكلم عن عدد كبير جدا، يعني ما ودي أذكر عدد معين يعني عشان لا أكون نسيت أحد. شركات إنتاج بالمئات أعتقد، الوكالات الإيجنسيز بالآلاف. يعني أنا اليوم دائما أسأل اللي ودائما تسمع اللي أنا أبحث عن فرصة أشتغل في TTP ولا في حبار ولا في شيفت ولا في أي من الإيجنسيز الكبيرة، وتحس إنه الشخص هو يا فرصة في هذه الشركات ولا أنا ما ححصل شغل. في أكثر من 1000 ايجنسي موجودة في السعودية. 1000 ده رقم حقيقي؟ يعني أعتقد إنه أكثر. يا أخي خليهم نص 1000، خليهم 500. أوكي. لسه عدد عملاق جدا كبير جدا، فالواحد عنده فرصة عملاقة جدا إنه هو يبرز ويدخل في المجال هذا. فأنت لو ما بديت في برشلونة تقدر تبدأ في نادي ثاني وتوصل تثبت نفسك تروح تلعب في برشلونة، يعني عادي. أعتقد الاستثمار الكبير والثقة الكبيرة من الحكومة السعودية في إنه يكبر مجال مثل هذا ساهم بشكل كبير إنه يعني يزدهر وينهض ويتطور بشكل سريع جدا. يعني أنا أتذكر 2018 لما رحت أنا فرنسا ورحت أخذت التجربة هذه في فرنسا، وفرنسا يعتبر خصوصا نتكلم في الأفلام مجال ناضج جدا عندهم. السينما في فرنسا من أكثر من 100 سنة. لما وقتها شفت أول فيلم في التاريخ. فيعني أنا لما رجعت من فرنسا كنت أقول إحنا عشان نوصل قريب من هذا المستوى، وقتها أنا ترى صغير جدا جاهل جدا، يعني ما كنت مستوعب التطور السريع اللي حاصل. كنت أقول إحنا يبينا على الأقل 15 سنة عشان نوصل لنفس أو نكون قريبين من نفس مستوى الاحترافية والتفاصيل اللي موجودة في السينما الفرنسية وما أعرف إيش. لا اليوم لا، اليوم إحنا نتكلم 2018، يعني اليوم إحنا نتكلم 8 سنوات أو لا 6 سنوات. 6 سنوات صار فيها تطور عملاق جدا. يعني اليوم أنت عندك فيلم سعودي في شباك السينما السعودية سطار بايع أكثر من 900,000 تذكرة. عندك أفلام مثل مندوب الليل حقق نجاح في شباك التذاكر وجالس، وتو الشباب حقين مندوب الليل راجعين من بريطانيا، معروض الفيلم في بريطانيا غير دول العربية ودول الخليج. عندك يعني أنا 2016 لما كنت أنا موجود ما كان في صالات سينما في السعودية. فالتطور العملاق والسريع جدا هذا خلفه ناس شغوفة، ناس تبغى تشتغل في المجال هذا، دعم كبير للأشخاص وبعضهم، وبرضو الدعم العملاق اللي صاير من الجهات الحكومية. وأنا مثال أمامك واحد من أكبر المستفيدين من الدعم هذا. الحمد لله أنا محظوظ جدا بالدعم الكبير هذا. يعني أنا رحت لفرنسا كلها دعم، يعني كان مجلس السعودي للأفلام، ورحت لتونس كانت ببرنامج من هيئة الأفلام، غير
التجارب الثانيه الكثيره، وغير الدعم الكبير اللي قاعد يحصلونه شركات الانتاج والوكالات الاعلانيه والوكالات الابداعيه وشركات تأجير المعدات والاستثمار العملاق اللي قاعد يصير في المجال. يعني انت تتكلم 2016 كان عندنا مهرجان افلام واحد، اليوم عندنا مهرجان البحر الاحمر ومهرجان الافلام السعوديه في الشرقيه، وقبل فتره بسيطه كان مهرجان الافلام الخليجي صار في الرياض، وعندك مؤتمر صناعه الافلام اعتقد اسمه كذا، هو سعودي فيلم كونفكس شيء زي كذا اسمه. هذا حيحصل في السعوديه قريب الشهر الجاي، وعملاق جدا. يعني انا في ناس قابلتهم في مهرجان البندقيه السينمائي كلهم لما ذا كانوا يقولون نشوفك في الرياض الشهر الجاي، فقاعد يستقطب ويحط اكسبوجر كبير للصناعه في السعوديه، وقاعد يفيد الصناعه في السعوديه بشكل عملاق جدا. يعني يمكن هذه من ابرز الاشياء فعلا اللي قاعده تاخذ المجال وتوديه الى مكان يعني مكان اكبر واكبر واكبر، تساعد التطور بشكل سريع وكبير جدا. يعني كلام هايل يعني. واعتقد زي ما انت قلت الدعم بصور المختلفه، سواء الحكومي او دعم الاشخاص لبعض، ان احنا عايزين نتطور وعايزين نكون في التوب في الصناعه دي. واعتقد مش بس الصناعه دي، يعني اعتقد الرؤيه بتاعت المملكه ان يكون توب في صناعات كتير، بس احنا خلينا نكون بنتكلم على الفيلم والادفرتايزنج دول الاختصاص بتاعنا احنا يعني. وبرضو اعتقد برضو التجارب اللي موجودة ودي برضو مفتوحة بسبب الدعم والاستفاد تجارب الخبرات. وكان في جزء منها ان انت ممكن مثلا تكون سافرت برنامج كان موجود عشان تتعلم منه، او تجربة مثلا في فيلم او حاجة عشان تتعلم منه، بس في جزء التاني بتاع ان الخبرات بتاعت الماركتس المختلفة بتيجي برضو تشتغل هنا بالسعودية، مزج بقى ما بين التالنتس السعودية مع التالنتس من البلاد المختلفة بيعمل فرق كبير. كلمنا أكتر على الاستفادة من التجارب اللي بتيجي من برا السعودية تشتغل في السعودية، ده ممكن يكون بيساعد قد إيه، وعمل برضو خلى الجاب ممكن تكون بتنكمش أسرع وأسرع قد إيه. صحيح. يعني اليوم أنت لما نتكلم مثلا عن قسم شركات تأجير المعدات وطاقم العمل، أنا أتذكر في البدايات كان هي شركات سعودية اللي موجودة، بعدين دخلت شركات جاية من برا السعودية. بغض النظر هم أضافوا إضافة فنية ولا ما أضافوا إضافة فنية، هم أكيد أنهم أضافوا إضافة فنية، بس أنا أنظر لها من منظور هل هي أضافت للسوق السعودي ولا لا. هي أضافت للسوق السعودي إن هي حطت منافسة. اليوم أنا لما أكون شركة سعودية لتأجير المعدات وتوفير طاقم العمل موجود، وخبرتي خلينا نقول مثلا 5 سنوات، تدخل شركة تنافسني في السوق، ماليا هم أمورهم ستيبل لأن هم لهم 20-30 سنة، ومن ناحية خبرات برضو هم أمورهم ستيبل لأن هم لهم 20-30 سنة، فهو مر عليه تجارب كثيرة جدا وما أعرف إيش. فإنه تدخل هذه الشركات في منافسة اليوم، عشان الشركة السعودية هذه تحتاج خلينا نقول مثلا 10 سنوات عشان توصل لمستوى معين. دخول الشركات هذه اللي جات من برا بيسرع في انه هذه الشركات في 5 سنوات توصل لهدف معين اخر. برضو يعني حتى انه احنا يعني في جزء من المشاريع برضو يعني يتصور هنا في السعوديه ويتصور برا السعوديه، هذا برضو في تبادل معرفي وتبادل خبرات جميل جدا. دخول شركات انتاج جايه من برا السعوديه تخلق منافسه جميله اليوم. ناس يعني عظيمين رهيبين جدا، انا تعلمت منهم بشكل مباشر. اجين انا محظوظ جدا بانه انا الحمد لله رب العالمين ربي حطني في تقاطع مع اشخاص انا استفدت منهم بشكل كبير جدا. يعني اذا نتكلم عن الاشخاص اللي من خارج السوق السعودي دخلوا السوق السعودي، في عندك ميشيل ابو زيد في ترفل، جورج روحانه، عمار ابو شادي، شنك، عمر حداد، اسماء هذولي انا تعلمت منهم الكثير واخذت منهم نصائح بشكل كبير جدا. وممكن برضو نقطه جدا مهمه هي انه في ناس فعلا هم بايونيرز، ما اعرف ايش البايونير او هم اللي اخذوا الخطوه الاولى، رواد في المجال. وانا اعتقد اللي هم سووه ما هو يعني انت تحتاج انك تكون شخص
خارق عشان تسوي حاجه زي كذا. يعني الشيء اللي اليوم سواه حسان الانصاري في حبار يحتاج شخص خارق انه يسوي شيء زي كذا. اليوم الشيء اللي سواه فيصل العبره في TTP يحتاج شخص خارق انه يسوي شيء زي كذا. شفت برضو نفس الشيء، 80s نفس الشيء، تلفاز 11 نفس الشيء. كميه المواهب اللي طلعت من هذه الشركات والمعرفه والتطوير اللي صار من هذه الشركات شيء عملاق جدا جدا جدا. يعني اليوم انت تتكلم عن ابرز الكرييتيف دايركتورز اللي موجودين في السوق، هم طلعوا من هذه التوب ليدنج ايجنسيز اللوكال المحليه، وقاعدين يتطورون يتعلمون بشكل عملاق جدا جدا جدا. فوجود اشخاص مثل هذول الاشخاص اللي هم ياخذون الخطوه العملاقه هذه انهم يتطورون ينتقلون للنكست ستيب بشكل سريع جدا، حاجه عظيمه جدا. يعني اعتقد اللي انت بتقوله دي يعني حاجه ذكيه جدا، ان يكون عندك الفرصه ان تكون كل الاسامي اللي انت قلتها والخبرات الكتيره اللي موجوده دي انها تكون موجوده في مكان واحد، تكون بتيجي او انتوا ممكن تكونوا بتروحوا تنفذوا المشاريع في البلاد المختلفة، فبتقدروا ان انتوا تستفيدوا وتقدروا ان انتوا تكونوا الخبرات، وفي نفس الوقت مش بس ان انتوا شايفينهم بيشتغلوا، لا هو تكوين العلاقة الشخصية اللي هو في الاخر انت عندك سؤال بتعمل مشروعك الاول، بتخرج مشروعك الاول بالضبط. قادر ان يكون العلاقة دي موجودة ما بينك وما بينهم، انك تقدر تسأل على طول. بالضبط. يعني انا برضو حتى اليوم في الانتاج عندك اللي قاعد يسوونه عبد الله خميس ومحمد الاشفط في بوكشة، اللي قاعد يسويه محمد الملا في DNA، اللي قاعد يسوونه الشباب في سبكتر وفي ماكن وفي RGB وفي يعني انا اتمنى اني ما اكون نسيت احد من شركات الانتاج المحليه، بس اللي قاعد يسوونه شيء عملاق جدا. والتجربه يعني انا اقول لك مثلا واحده من امثله التجربه انه في فتره من الفترات في السوق صار في موجه لتصوير المشاريع في جورجيا على سبيل المثال. اكتشفنا بعد فترة أنه اللي يحصل في جورجيا يقدر بكل سهولة يصير في السعودية. صح أنه ممكن يكون مكلف بعض الشيء، ولكن إذا أنت عندك مثلا مشروع في عدد ممثلين كبير جدا، تصويرك للمشروع هذا في جورجيا غير مجدي أبدا أنك تصوره في السعودية، وأنت عندك المعرفة وعندك التطوير هذا والثقة، أنك تحط الثقة في الأشخاص في مختلف أقسام العمل في الإنتاج وتنفذ المشروع في السعودية، أجود بمليار مرة من أنك تسافر 4 ساعات وتطلع ما أعرف إيش فيز، وهذا ما أدري وش فيه جوازه، وهذا بيجدد ما أدري وشه، وبنروح هناك عشان نقعد 4 أيام، وجزء كبير من تكاليف المشروع تروح في سكن وطيارة وما أعرف إيش عشان نصور في جورجيا. حلوة التجربة، استفدنا منها كثيرا، بس لا اليوم أجود وأفضل إنه المشروع ينتج في السعودية من نواحي كثيرة جدا 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 جدا. أقلها أنا على الأقل مثلا من وجهة نظري أو من وجهة منظور مخرج، يا أخي راحت بالي أنا أخلص من مشروع وأرجع بيتنا أنام، أسهل لي بمليار مرة وأصفى لذهني وتفكيري من أني أنا مسافر 4 ساعات في الطيارة وأنزل وأوصل وأختم جوازات وأروح للفندق ما أعرف كم ساعة طريق، وبعدين عندي تصوير، وبعدين بكرة لازم إحنا نلحق الطيارة الرجعة ومعنا. فصفاء الذهن هذا حق فكرة أنك أنت تروح تصور مشروعك وترجع، هذا الحالة يكفي ويغني عن أمور كثيرة. بس إنها فعلا كانت تجربة تعلمنا منها كثيرا وطورت ناس بشكل كبير جدا، وخلت الناس تستوعب إنه لا أوكي طيب جورجيا هي دولة أو مكان رائد في صناعة الإعلانات، خذ اللب المستفاد منه وطبق هنا. استفدنا منها، يعني تجربة استفدنا منها بشكل كبير جدا. يعني أنا متأكد أنه جزء كبير من الأشخاص اللي موجودين اليوم في المجال استفادوا من هذه التجربة بشكل كبير جدا. طيب هايل، تكملة بقى يعني النقطة بتاعت الخبرات الكتير اللي عمالة تتكون. أنت دلوقتي اشتغلت في أدوار مختلفة كتير، شفت خبرات ناس مختلفة كتير من بلاد مختلفة كتير، صورت في أماكن مختلفة، كل حاجة. كل ده بتكلم عن الدور قبل ما عبد الله يكون محطوط في دور المخرج. طبعا ممكن تكون أخرجت فيلم قصير وكل حاجة، بس بنتكلم بقى على خلاص لما قررت تاخد الخطوة الأساسية بتاعت إن أنا لا أنا دلوقتي حالا خلاص بسيب الشغل وأركز على الإخراج فول تايم. كلمنا بقى عن أول مشروع إخراج أول مشروع إخراج بعد ما خلاص بقى. أنا
يعني انا احس اني شكرت اشخاص كثير وانا خايف اني نسيت احد، فاذا انا ناسي اي احد اتمنى يعذرني. بس اول مشروع اخراج هو يعني بمثابه الحلم. انا لو ارجع الان اتذكر تفاصيل المشروع هذاك كانت عظيمه جدا 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 جدا. يعني انا كنت عشان بس الناس احط الناس في مراحل التفكير. يعني لو نجي اليوم انا اعرض القصه على الورق انه انا استقلت من حبار، اخرجت اول مشروع شكلها وردي والحياه حلوه، بس ما كانت بهذه السهوله. يعني قرار الاستقاله كان صعب جدا. انا اليوم في شركه واحده من افضل الشركات اللي موجوده في السوق السعودي في الاعلانات، في بوزيشن ممتاز جدا، مديري شخص ممتاز جدا سعد الحربي، عندي مساحتي في اني انا اشتغل على الاعلانات جميله جدا، عندي عملاء ممتازين جدا. ففكره انك تترك هذا لحاله، بغض النظر انت رايح تتبع حلمك ولا ما تتبع حلمك، فكره انك تترك هذا الشيء الجيد او افضل، يعني اعلى من الجيد بشكل كبير جدا. انا راتبي كان ممتاز، قلت لك مديري كان ممتاز، الحاله الاجتماعيه كانت ممتازه، الحاله النفسيه كانت ممتازه، كله كان ممتاز. ففكره انك انت تترك حاجه ممتازه جدا عشان تذهب الى حاجه اخرى، بغض النظر هي حتنجح ولا ما حتنجح، موضوع نفسيا متعب الى درجه غير يعني منطقيه. فأنا مريت في أسابيع جدا الموضوع كان مهلك ذهنيا، وهذا الطبيعي. أنا متأكد 99% من الأشخاص اللي موجودين في المجال مروا بهذه الأشياء، أنا ماني الحالي. وأنا متأكد أنه يعني موضوع ما كان سهل، اتخاذ القرار هذا ما كان سهل، مر باستشارات كثيرة جدا، جلست مع أشخاص كثيرين جدا أخذت رأيهم، إلى أن وصلت اليوم بعد جيتي من تونس أنه لا، خليني أخذ الخطوة هذه. وبعدين حطيت لها خطة، ولازم يعني أنا على الأقل بيني وبين نفسي لما أحط خطة أنا مؤمن إيمان تام أن الخطة هذه في نسبة كبيرة جدا أنها ستفشل، وفي نسبة أنها تنجح، وفي نسبة أنها تكون فوق النجاح، والحمد لله هذا يمكن هو اللي حصل. ولكن أحيانا فوق النجاح ترى ما هو برضو الشيء السهل اللي أنت تتعامل معه. أشرح لك أنا شلون. أنا لما قررت أستقيل وركز تماما الإخراج، كان في بالي إنه أنا أول 3 شهور في فترتي لتركيزي على الإخراج إنه أنا ما حيجيني ولا مشروع في الإعلانات، فأنا بقى أركز إنه أنا أكتب فيلمي القصير فاضي. أنا ما عندي وقت، عندي الجاهزية المالية إنه أنا أعيش نفسي فترة معينة، بس إنه أنا لازم بعد 3 شهور أكون يعني اجتهدت انه انا اجيب اول مشروع لي كاعلان بعد الفتره هذه. يعني خليك عن التجارب الثانيه الاخراجيه، انا اعتبر هذه اول تجربه. الحمد لله صادف انه انا في اخر اسبوع لي في حبار انا بدات في تجهيز اول مشروع لي كمخرج، بثقه كبيره جدا انا اشكر فيها صراحه الكلاينت وقتها 500,000، الايجنسي TTP، محمد الترز وفيصل العبره، والبرودكشن محمد الاشبط. لو يطلب عيوني فكيتها واعطيتها محمد الاشبط. محمد هو من الناس اللي يعني يعني انت في الفترات الضغط هذه في التفكير مستحيل تتعداها لحالك، مستحيل تتعداها لحالك. لو تجلس في بيتكم لحالك انت ما قاعد تساعد نفسك انك تتعدى الفترات هذه المتعبه في التفكير. فمحمد الاشبط كان من الناس اللي فعلا ساعدني في انه انا اتخطى الجزء العملاق من التفكير هذا والضغط الكبير اللي انا تركت وظيفتي، تركت شيء ممتاز جدا عشان اتجه واحقق حلم انا ابحث عنه من زمان، من فتره طويله. فاتصل فيني محمد الاشبط وقال لي عندي مشروع هذا من TTP وكذا. اشتغلت على تريتمنت وكنت يعني كان يمكن أصعب تريتمنت اشتغلت عليها في حياتي، لأنه كنت أنا حريص جدا أنه أنا أغطي فيها كل تفصيل عشان أنا ما يروح مني هذا المشروع. أنا ما أعرف شو ممكن كان يصير لو راح مني المشروع، بس الحمد لله وصلني يعني جاني المشروع الحمد لله واشتغلت عليه. ومحمد الأشبط دعمني كثيرا في هذا المشروع. يعني أنا متأكد أنه هو
اعطاني فوق الميزانيه المرصوده. انا متاكد 1,000,000% لو يقول هو عكس هذا الكلام، انا متاكد انه هو اعطاني فوق الميزانيه المرصوده عشان انا وياه نشتغل على مشروع ناجح جدا، هو كمنتج وانا كمخرج. والاشخاص برضو اللي اشتغلوا معي في المشروع هذا، يعني حتى محمد ابراهيم الدي او بي ساعدني انه احنا نطلع بافضل صوره. لجين باخشوين مساعد مخرج اول. لجين يعني كانت داعمه جدا في هذا المشروع بشكل ما تتخيل. انا كنت دائما ارسل الفويس نوت للجين اشرح لها الفيديو في بالي من كثر الضغط اللي انا حخرج اول مره. يعني انت فكره الموضوع، وهذا شيء يعني طبيعي انه الكل يمر في هذه الحاله، انه انت منضغط جدا فانت تروح تسوي اشياء غريبه وغبيه جدا. يعني يمكن هي شكلها وانا اقولها في البودكاست الحين كليشيه شويه او ما اعرف شكلها يعني كذا، بس لا فعلا هي ايام ضغط مرعب جدا. انت ما تعرف تنام. ورجين كنت ارسل لها فويس نوت اقول لها الفيديو بيبدا كذا، بعدين الممثل بيسوي كذا، بعدين بناخذ كت من الزاويه الثانيه وما اعرف وش لا. فانا شاكر لجين. برضو محمد نبهان اشتغل معي ارت دايركتور على البروجكت، والتيم اللي معاه مشكورين الكل بلا استثناء. يعني تيم بوكشة كامل، رهف الحربي البروديوسر ومحمد الزبيدي. كانت تجربه مرعبه جدا، والحمد لله يعني كان صداها ونتيجتها فوق المتوقع، فوق كل شيء انا توقعته الحمد لله. وكان حتى في هذيك الفتره عملي في المشروع هذا، وكنت دائما ترى يعني بس هذه نقطه عشان الناس حتى تستوعب الحاله النفسيه اللي الواحد يمر فيها والاشياء الصعبه اللي يمر فيها في المشروع هذا. انه انا كنت اوصل مرحله انا مثلا اوصل في نقطه انا ما اعرف ايش اسوي الحين هنا. اروح ارفع السماعه اتصل على اي احد، انا عندي مشكله في الانتاج او عندي مشكله مثلا في حاجه معينه، ارفع السماعه اتصل على اي صديق اي احد انا اشتغلت معاه في المجال هذا، اسمع ايش رايك. يعني انا في النكت اللي انا حطيتها كان هو شويه كوميدي المشروع، رحت اتصل على اغلب اصحابي الكوبي رايترز اللي موجودين في الاندستري، اسمع ايش رايك في النكته هذه، ايش رايك في النكته هذه. الممثلين اللي انا اخترتهم كان في داوتس كثيره. يعني انا متاكد انا بعد 20 سنه من اليوم لما اخرج اعلان انا هتبع نفس البروسس، لانه انت انك تكابر وتعدي هذا الموضوع لحالك مجهد نفسيا مجهد ذهنيا، وانت لازم تعرف انه الجميع يمر في الضغط هذا، والجميع يمر في الانهيار النفسي هذا اللي انت تمر فيه. وبعدين وانا جالس اجهز للمشروع هذا في فتره قريبه من التصوير، اتصل فيني عمار ابو شادي حبيبي ابو دليله، اعطاني برضه الثقه هو واكوان والكلاينت نادك في هذا في بروجكت برضه كان اليوم التاسيس. وكان معي في برضه رفيق ومساعد كبير جدا أسامة أبو حمط، كان معي مصور حمزون. حمزون واحد من الملهمين في خطوة أنه أنا أستقيل وأركز على الإخراج تماما، وأعتقد حمزون يتفق معي أنها ما هي خطوة سهلة جدا. يعني هي شكلها اليوم شكله حمزون في المجال أنه هو كان فيرست AC وبعدين صار DOP، شكلها وردي كذا، الحياة حلوة. واليوم هو ما شاء الله تبارك الرحمن DOP يصور لمخرجين مثل عمر حداد وشنك وزهيري وأنا. النكتة هذه بس يعني أسماء كبيرة. أنا أتشرف أني أنا صورت مشروع مع حمزون وهو صور معاهم، يعني وهم أشخاص تعلمت منهم كثيرا الأسماء المخرجين هذول يعني. ودائما لا يبخلون علي في دقيقة من المعلومة أبدا، أشكرهم صراحة شكرا جزيلا، هم وغيرهم كثير يعني. فحمزون مر بفترة متعبة جدا، أنا ما أعرف تفاصيلها كلها، بس أنا يعني لأني قريب من حمزون فأعرف أنه مر في فترة صعبة جدا، وتحمل وانضغط وسأل وساعده هنا شخص وألهمه هنا شخص وكذا. زي ما هو أخذ الخطوة هذه ألهمني أنه أنا أخذها بشكل كبير. بس لازم واحد يستوعب أنه ما هي لا لاند، ما هي حياة حلوة، هي فيها صعوبات وفيها تجارب كراكيب كثيرة لازم الواحد يتعداها. جزء كبير من أنك تتعدى هذه الكراكيب إيمانك في أن أنت اللي تعمله شيء كويس، وأنك تستفسر وتسأل، ومو بشرط الشخص اللي تستفسر وتسأل منه هو اللي يعطيك الفائدة، بس على الأقل هو يفيدك في حاجة أنت ما تكون عارف عنها يعني. فهذه كانت يمكن تجربة أول مشروعين، والحمد لله كانت جيدة.
ولكن ما هي دائما جيده. انا اول مشروع سويته بعد المشروعين هذه كان مشروع لما خلصته انا شاورت نفسي في كم نسبه المشاريع اللي انا حتجيني بهذا السوء، او هل هي فعلا هي اللي حتخليني ابطل شغل كمخرج ولا لا. اشتغلت مشروع جدا متعب بجميع النواحي، يعني مشروع ولا هو احلى ولا تتمنى لعدوك انه يشتغل في مشروع زي هذا. كان متعب نفسيا، مجهد جسديا، بكل التفاصيل، ولكن برضو تطلع منه انت دائما ابحث عن الوردة المزهرة في بستان حتى لو كان فارغ. طلعت منه بعلاقات اشخاص تعرفت فيها على اشخاص رهيبين جدا، ما حاذكر اسماء عشان لا حد يعرف وش المشروع. اوكي. بس هو عارف نفسه، الشخص اللي انا تعرفت عليه في المشروع هذا هو عارف نفسه، يعني شخص عظيم جدا يعني. اوكي. واشتغلت معاه بعدين على مشروع واحد من اجمل المشاريع اللي انا اشتغلت فيها. فهذه يعني هذه كانت تجربة اول مشروع، والى يومك هذا نفس الشعور، نفس الضغط النفسي المرعب جدا في كل مشروع مستمر. حلو، بس هايل يعني انك تخطيت التجربة وعديت بيها، والحمد لله يعني قدمت مشاريع ناجحة. اسالك سؤال بقى، يعني انت حضرت مشاريع كتير بتصور بس ما كانش دورك فيها مخرج. لما اتحطيت انت في دور ان انت تكون مخرج، رغم ان انت عندك الدراية كاملة بمعظم الحاجات اللي بتحصل، ايه كان حاجة كان نفسك تكون عارفها قبل اول يوم تصوير ما كنتش عارفها وانا مخرج؟ ايوه والله سؤال صعب جدا، لانه انا حرفيا اقول لك انا اشتغلت في كل حاجه، ونزلت انا تصاوير عدد عملاق، يعني عدد كبير جدا. انا لما رجعت استذكر كم عدد مشاريع التصوير اللي انا نزلتها في حياتي، كثير جدا الحمد لله، بركه ونعمه من رب العالمين. الحمد لله. بس اول مره كنت حاطط في دور ان كل الناس بتبص لك وتقول لك اعمل ايه. كل الادوار التانية انت بتحضر، بتاخد خبره، بتفهم، ليك دور، بس دور غير ان انت كل الناس قاعده بتبص لك وتقول لك اعمل ايه. فلما اتحطيت في دور انك اول مره حد بيقول لك اعمل ايه، كان ايه الحاجه اللي انت حاسس انك نفسك تكون تبقى عارفها انت ما كنتش واخد بالك منها ان انت هتتعرض لها كمخرج؟ والله ما اعرف اذا عندي جواب السؤال هذا، لانه هي كلها لحظات تمر بالحب اللي فيها، يعني بالمشاعر اللي فيها. يعني انا اول مره جاني محمد نبهان ارت دايركتور اللي عملت معاه اول مشروع، وسالني مثلا عن شغله معينه، ما كنت اعرف شو رد، يعني رديت عليه بس يعني انا متاكد انه مر علي 700 استفهام في مخي، بس انه رديت عليه دخلنا في نقاش. هذه معلومه جدا مهمه. انا امنت فيها وعملت فيها واستفدت منها الكثير الحمد لله. فكره انه انت مش لازم تكون اكثر واحد تعرف، ومش لازم تكون انت عارف كل التفاصيل. يعني انا بكم التجارب اللي دخلت فيه، لما يجي يكلمني محمد نبهاني يسالني في تفصيل معين في السيت ديكوريشن، اقول له محمد انت ايش رايك؟ محمد ايش رايك لو سوينا كذا او سوينا كذا؟ صح انه انا المخرج، صح انه انا الرائد في او الموجه الاول في هذا المشروع فنيا، بس برضه محمد نبهان هيد اوف ديبارتمنت، هيد اوف ارت ديبارتمنت. انت لا تجي تحط على نفسك انت كمخرج الضغط فإن أنت المخرج وأنت شايل العمل كله فوق ظهرك، وأنت عندك ناس شغالين معاك. فاليوم أنا دخلت في نقاشات مع محمد نبهان، يمكن هذه من الأشياء اللي أنا استفدت منها، أو ما أعرف إيش المصطلح الجيد بالنسبة للنقطة هذه، بس إنه فكرة إنه أنت تدخل في نقاش. يعني لما جاني محمد إبراهيم، أنا ترى يعني يمكن أقل قسم أنا معلوماتي ضعيفة فيه هو قسم الكاميرا، وانا حريص جدا انه اليوم انا اطور نفسي في قسم الكاميرا بما يفيدني كمخرج والتلوين في البوست. فاهم، انا عارف الزوايا، عارف ايش العدسه اللي تعطيك شعور معين وكذا وما اعرف وش، بس الى الان انا ما اعتقد اني انا متمكن زي ما انا متمكن في اقسام ثانيه، ومهما كنت اعتقد انك كنت متمكن الا ما يكون في يعني مرحله اخرى للشيء.
فاذكر محمد ابراهيم دخلت انا وياه في نقاشات طويله جدا، ايش العدسات اللي ناخذها، ايش الزوايا اللي نختارها. محمد ابراهيم اقترح وقتها انه احنا نصور في العدسه الفلانيه عشان نحصل على الشكل الفلاني. الحمد لله طلعنا في نتيجه انا راضي عنها، محمد ابراهيم راضي عنها. ما اعرف اذا جاوبت على سؤالك بالشكل الصحيح ولا لا، بس لا تمام. يعني وضحت بشكل كبير. وفكره ان انت مثلا موضوع التصوير ان انت طلعت منه وحسيت ان دي حاجه انت عايز تطور نفسك فيها اكتر، تصحيح الالوان، تتعلم منه اكتر، دي حاجات ممكن الناس قبل ما تكون انت في دور المخرج ممكن تيجي تحس هو مش فارق معاك ان انت تبقى عارفها، لكن اول ما تحط في دور المخرج تبدا تحس اللي هو طب انا حاسس ان الحته دي لسه ممكن اكون ما عنديش معلومات كتير عنها، فعايز اتعلمها اكتر، عايز افكر فيها اكتر. فدي نقطه مهمه يعني. خلينا طيب يمكن نقطه بس سريعه. انا حريص اني دائما اعمل فيها انه ما هو شرط حتى لو انا كنت عارف انه والله مثلا العدسه، خلينا نقول العدسه 35 هي اللي حتعطيني اللوك اللي انا ابغاه، بس احرص دائما انه انا لما اجلس معه الدي او بي ما اقول له خلينا نستخدم عدسه، او احاول قدر الامكان ما اقول له خلينا نستخدم 35 عشان نوصل الشعور الفلاني. يعني هذه مثلا معلومه جدا ما يحتاج انا افشخر على الدي او بي ان انا فاهم شغله. انا المفروض يعني انا اللي انا اسويه انه انا اجلس اقول لهم انا حاس انه المشهد هذا لازم يوصل الشعور الفلاني، بعدين ابدا اتناقش انا والدي او بي ايش العدسه المناسبه، الالوان مع الارت دايركتور، انا حاسس انه المشهد هذا لازم نوصل فيه الشعور الفلاني، مع الكاستنج دايركتور انا حاسس انه احنا لازم نوصل الممثل هذا يعطينا شعور بملامح وجهه انه هو شخص يعطي طاقه كبيره جدا، فاحنا لازم يعني هي مشاعر انت ايش تحس انت ايش لا. يعني اتذكر انا في مشروع عملته مع بوكشة وشفته بنك الرياض، كان الارت دايركتور فيه نورة بعقيل، واحدة من الشخصيات الرهيبة جدا. اتذكر هي وبدرية العتيبي الوردروب ستايلست، دخلت معاهم في اجتماع عشان اشرح لهم ايش الملابس والست اللي حنبنيه ايش ممكن يكون. فاذكر شرحت لنورة بالتفصيل، قلت لها نورة انا المفروض المجلس اللي احنا حنبنيه شعوره يعطيني شعور يا اخي ممكن مشكله الكلام هذا يطلع شكله كاني كذا اللي انا فنان مطلق وما اعرف، بس والله فعلا كلام حقيقي جدا يعني. قلت لها احنا لازم نبني صاله كاننا في العصر، يعني الساعه 3-4 العصر، تونا راجعين من المدرسه، احنا قاعد نبني صاله في عام 2004-2005 كان في العصر. ريحه الصاله كذا فيها غبار شويه وريحه شمس، وقتها كذا صيف. فالمشاعر هذه انا ما ناقشت نورة في اي لون، ما ناقشت وهي في الوركينج بروجرس كانت تشاورني تقول ايش رايك في الكنبه هذه، ايش رايك في الستاره هذه، ايش رايك في لون الجدار هذا، ايش رايك في ما اعرف وشو، كنا نتناقش. بس في البدايه انا ما ناقشت نورة في اي حاجه ممكن هي انا شرحت لها المشاعر، شرحت لها الاشياء اللي موجوده وش ممكن المشاعر اللي توصلها. راحت نورة سوت واحده من اجمل السيتس اللي انا شفتها في حياتي. أنا والله العظيم لما وصلت للست يومها جاني شعور مرعب جدا، إنه هذا الست انبنى بناء على مشاعر أنا حسيتها توصل هذه اللقطة. الحمد لله العميل كان راضي عنها، وكلنا كفريق اشتغلنا على المشروع كنا راضيين عنها بشكل الحمد لله كبير جدا. أنا معذرة بس أنا قلت بوكشة على المشروع هذا، كان هودج. وهودج وبوكشة حبايب وأخوان كلنا في المحبة. جميل. متفقين. تمام حلو. طيب كلمني على أفلامك المفضلة يا عبد الله. يعني أنا ثقافتي في الأفلام ضحلة يمكن هذا شيء ما هو جيد لي كمخرج، ولكن يعني أنا فيلمي المفضل يعني بلا تردد جوابي دائما المفضل إنغلوريوس باستردز لكوينتين تارانتينو، مع أني أنا ما أحب أعمال كوينتين تارانتينو بشكل كبير، ولكن مخرج عظيم جدا، هذا ما لا شك فيه، ومخرج فنان جدا، أفلامه كلها حلوة. بس إنغلوريوس باستردز هو مفضل بالنسبة لي لأنه فيه شخصيات رهيبة. أنا شخص أحب الكاركترز وأنا أمثل أصلا، وأحب التمثيل، فالشخصيات اللي موجودة في إنغلوريوس باستردز كانت كذا قوية جدا. يمكن هذا اللي يخليني أحب إنغلوريوس باستردز بشكل أعلى من الأفلام الثانية اللي أنا أحبها. كريستوفر نولان برضو أفلامه
جميله جدا. اوبنهايمر ماستر بيس، ما هو طبيعي ابدا. بس انا يعني مقل جدا وضعيف جدا في مشاهده الافلام. يعني انا قاعد فاذر ما شفته كلها الثلاثه. اوكي. مسلسلات ضعيف برضو جدا في مشاهده المسلسلات. يمكن المسلسل الوحيد اللي شفته بيكي بلايندرز. انا قاعد اشوف سكسيشن في اخر سيزون. ممكن مسلسلات كويتيه وانا صغير اتفرج مسلسلات كويتيه كثير، مسلسلات مصريه وانا صغير برضو رمضان وكذا. يس. لا انا ممكن ابقى اديك ترشيحات لحاجات كتير. في فيلم مصري انا احبه جدا، تراب الماس. اوكي. فيلم جميل جدا. وفي الفيل الازرق برضو فيلم جميل جدا. اوكي. وفوي فوي فوي عمر هلال عظيم جدا الفيلم هذا، ممتع. ممتع جدا. طيب حلو. لا خلينا نخلص الحلقه واديك ترشيحات لحاجات بقى في مسلسلات افلام. عندي ترشيحات لسه هذا طول. اخش على انمي كمان والله. يعني انا اتمنى عندي الوقت الصدق انه والله مو مشغول يعني. الحمد لله الواحد عنده وقت. بس انا شخصيا عندي الانتباه ضعيف جدا، فانا لما اشغل فيلم صعب اني اركز معاه تركيز كامل. يعني انا يساعدني في مشاهده الافلام السينما. انا عندي رفيق السينما الاول نايف نجر، صديقي وحبيبي، وهو واحد من اكبر الداعمين في قرار اني اطلع واركز على الاخراج. نايف دائما احضر انا وياه افلام في السينما. هو رئيس نشر التحرير النشرة السينمائية في 8. واحضر معاه افلام كثيره جدا. وحضور الفيلم في السينما هو اللي دائما يعطيني، اللي يخليني اركز بشكل كبير في الفيلم واقدر اتفرج فيلم بشكل كامل مكمل مركز تركيز كامل. اما لو اتفرج في البيت جوالي حيزعجني، انا حمسك جوالي واترك الفيلم. يعني لو الفيلم 5 دقائق بس كذا فقدت التركيز، انا احتمال كبير الفيلم كله هذا ما اكمله بعدين. مشكله فيني انا، يعني ما مشكله في الافلام. اوكي. وانا صغير اصلا يعني الوالده دائما تحب تتفرج افلام، فكنا دائما بشكل متكرر جدا نسافر للبحرين لما كان في سينما في البحرين نروح نتفرج. يعني انا دارك نايت نولان كلها شفتها في السينما في البحرين. اوكي. طيب. كلام هايل. طيب انا برضو يعني من الدردشه معاك ومعرفتي بقصتك وكل حاجه، انت اتكلمت على الشغف بتاعك لناحيه السينما، وانك عايز تكون الهدف الكبير عندك ان انت تكون بتعمل افلام. اوكي. اتكلمنا اكتر عن نوعيه الافلام اللي انت بتتمنى في المستقبل تكون بتعملها. والله شوف، انا حبا للتجربه ما ابي احصر نفسي في نوع افلام معين. يعني أنا عندي حلم إنه أنا يوم من الأيام أخرج فيلم مثلاً إيطالي عادي جداً. فأنا منفتح للتجربة وتنوع التجربة. يعني هذا يمكن من الأشياء اللي تخليني أنا أحب السينما وأحب العمل في الأفلام. إنه أنا اليوم عندي الفرصة إنه أنا أدخل وأروح وأخذ فترة في إيطاليا، أجلس 6 شهور أدرس قصة إيطالية وأكتب مع مثلاً كاتب إيطالي ونشتغل على فيلم إيطالي مثلاً. هذه الأشياء الجميلة والتنوع وتبادل الثقافات هذا الجميل واحدة من الأشياء اللي أنا تحمسني وتخليني أبي أدخل في المجال بشكل كبير. ولكن تركيزي يمكن الأكبر وحلمي الأكبر أنه أنا أروي قصص حقيقية وجميلة عن السعودية، تروي يعني تنقل العادات والتقاليد والأشياء الجميلة اللي موجودة في السعودية، اللي أنا متأكد أنه تسليط الضوء عليها ما هو أكبر شيء ولا هو. وفي منها خصوصا أنه أنت تتكلم عن قصص موجودة في قرى أو في مدن صغيرة جدا، فوصولها أصلا في السعودية ما هو أعلى شيء. يعني خصوصا أنا جاي من عائلة من هجرة موجودة في الشرقية. أبوي انولد تحت شجرة زمان لما كانت الهجرة خيام وبدأوا يرتحلون في الصحراء. هذه القصص المميزة اللي ما يعني اليوم أنت صعب جدا ونادر جدا تلقى كتاب يتكلم عنها أو فيلم يتكلم عنها. أعتقد أنا أتمنى أني يعني أنا حلمي الأكبر، حلمي العملاق جدا، أني أنا أخرج فيلم عن قصة حياة أبوي، لأنه يعني شخص عظيم جدا
اولا لانه ابوي، ثانيا فعلا شخص عنده تجربه عظيمه جدا مختلفه. يعني هو مولود في الهجره، وقتها تحت شجره مولود، وعاش اول 9 سنوات من حياته في الهجره، وبعدين انتقل للكويت في بدايه في نهايه الستينات بدايه السبعينات، في فتره ازدهار ثقافي عملاق جدا في الكويت، وعاش زواج الكويت وتطور. يعني هو اول مره يختلط مع ناس بشكل كبير جدا، ومدن ومباني وبيوت وسيارات، كان بعد لما صار عمره 9 سنوات. وبعدين عاد مختلف تجارب الكبيرة جدا، عشان ما حد يعمل القصة هذه أنا أعملها أنا، بس إنه راح درس في أمريكا ورجع من أمريكا، والآن يعني بانكر متقاعد عايش في الرياض. في تفاصيل كذا في حياته أنا مهتم إن أنا أعملها في المقام الأول لأنه أبوي، في المقام الثاني لأنه فعلا قصة ممتعة جدا. في قصص كثيرة جدا، يعني ما أتكلم أنا مرتبطة فيني أنا كشخص، أنا كعبد الله الهاجري، وقصص تحكي يعني تتكلم فعلا عن السعودية بشكل حلو. يعني اليوم أنا قاعد نكتب فيلم قصته مستوحاة من قصة حقيقية حصلت في السعودية. أنا اليوم أعتقد ما أبي أكون الشخص اللي، مع أني أنا قلت لك ما أبي أفتح للتجارب المختلفة، بس أبي فعلا أروي قصص حقيقية جدا. ويمكن هذا يعني شيء أنا حتى برضو حريص أنه في إعلانات اللي أنا أشتغل عليها حاول قدر الإمكان أن أسويها. يعني اليوم نتكلم عن مشهد في مشروع بنك الرياض، رحت أنا سويت صالة حقيقية فعلا، بنينا أنا يعني ونورة بعقيل اشتغلت عليها، صالة بتفاصيلها، الكاست، لبسهم، الملابس. يعني رحنا أنا جلسنا أنا وبدرية، مشكورة هي بذلت الجهد الأكبر في هذا المشروع في الملابس. اشتغلنا على ريسيرش، رحت ارسلتها صور قديمة جدا لكيف الجاكيتات، الأطفال كانوا يلبسون جاكيتات معينة مع الثوب في فترة الشتاء، فهمت؟ يعني هذه التفاصيل حريص فيها أنا جدا، وتحمسني جدا إلى اليوم اللي أنا بشتغل فيه على فيلم وأركز فعلا بأدق أدق 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 التفاصيل في هذا الموضوع، لأنه أنا قاعد أحكي قصة مني أنا، فهمت؟ قصة حقيقية أنا قد أكون عشتها، أو قد أكون خالطت الشخص اللي عاش القصة هذه. في يعني نوع وعدد مهول جدا من القصص، جزء منها يصلح روائي، جزء منها يصلح وثائقي، جزء منها يصلح، وأنا منفتح لجميع الخطوط والتجارب. يعني أنا عادي جدا بعد يعني أتمنى بعد مثلا 30-40 سنة من اليوم أكون عندي الفرصة والقدرة إنه أنا أجي أقول هنا في قصة رهيبة تصلح فيلم قصير، أروح أسوي فيلم قصير عادي جدا. يعني ما يجذبني حجم الإنتاج وقتها ولا وريفر، مش يعني بغض يعني ما أعرف إيش حيكون وقتها، إيش حكون أنا بعد 40 سنة. بس أنا أتمنى حتى بعد 40 سنة، حتى لو كنت مخرج فاشل جدا، أنا أتمنى إنه يكون عندي الفرصة إنه أنا أشوف قصة رهيبة جدا هنا وأقدر أسوي منها فيلم قصير ولا فيلم وثائقي، وأقدر أصنعها بإمكانياتها، يعني ما يهم الإمكانيات اللي أقدر أصنع فيها، بس أهم شيء أصنعها يعني، وأرويها بالشكل اللي يليق فيها وننقلها يعني. إن شاء الله. لا إن شاء الله تعمل كل أفلام نفسك تعملها بألوان مختلفة، وزي ما قلت يعني تحكي قصص كتير مختلفة من السعودية. يعني من وجهة نظري حتى لو حد سمع القصة بتاعت والدك هنا على البودكاست وعرف تفاصيلها عمرها ما تعرف تطلع منه زي ما تطلع منك، لأن دي قصة فعلا شخصية. فأنت أكتر حد كمخرج رؤيته وشعوره بتفاصيل القصة دي، أكتر حد يعرف يوصلها عن أي مخرج تاني ممكن يكون بيقراها كسكريبت، لأن هي شخصية في الآخر. طيب يعني أعتقد أنت موضح ده، بس في السؤال اللي هسألك، ثقافة الجيفينج باك بتعني لك إيه؟ والله ثقافة الجيفينج باك هي يمكن من أكبر الأشياء اللي أنا أستمد منها الطاقة الكبيرة جدا. اليوم أنا موجود في الاندستري هذه بعد الله ثم ثقافة الجيفينج باك. يعني إيمان فهد العتيبي فيني إني أنا أكون فيديو إديتر كويس، جلسات محمد نبهان معاي في بداياتي لما كنت أنا ماني عارف أكتب أو أحضر حلقة لبرنامج في يوتيوب، اليوم اللي هو شيء سهل جدا، أنا ممكن
في ساعة أنا أحضر مثلا حلقتين وجدولها وما أعرفوش، شيء سريع جدا صار بالنسبة لي. وقتها كنت أشتغل 3 4 5 أي أسبوع عشان أسوي صفحة واحدة. كان يسهر معي محمد نبهان في المكتب يساعدني فيها وما أعرفوش، مع أنه هو كان يعني اليوم محمد نبهان ارت دايركتور وبرودكشن ديزاينر ما له علاقة في الكتابة ذا، بس إنه يعني كان دائما يدعم ويساعد. وهذا جزء من ثقافة الجيفنج باك. محمد شرف الدين نفس الشيء، يعني يمكن هم هذول ال3 أشخاص كانوا الهايلايت في البداية يعني. وبعدين في برضو نستمر في المسيرة في 8 9 سنوات هذه اللي أنا اشتغلت فيها. تقاطعت مع ناس كثير يطبقون ثقافة الجيفنج باك، سواء هم مدركين ذلك أو غير مدركين، ولكن بشكل كبير جدا. يعني أنا كمية الناس اللي اليوم أنا عندي أكسس عليهم وهم فاتحين الخط دائما أن أنا أتصل عليهم استشيرهم في أي حاجة كبيرة جدا. فأنا اليوم هذا الشيء يخليني بشكل كبير جدا أنا حريص أنه أنا أي أحد ما قلنا أنا ما أحب أنه أنا أقولها بطريقة أنه أنا عندي العلم تعالوا اسألوني، بس تعال أنا ممكن أعطيك معلومة تلهمك اسألني، ممكن أعطيك معلومة تلهمك في حاجة أنا ما استوعبت أني أنا ألهمتك فيها. اليوم ممكن يجي أحد يسألني مثلا عن وجهة نظري في طريقة الكتابة. أنا أسلوبي في الكتابة عشوائي جدا، يعني أنا اليوم في مشاريع كتبتها بشكل منظم جدا، رحت فتحت الدفتر سجلت النقاط الرئيسية، ورحت فتحت الكمبيوتر وفتحت السلايدات ورحت رتبتهم بطريقة مرتبة جدا. في مشروع ثاني لا، جاء بسرعة طق 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 أسرع حاجة، فهذا رحت فتحت اللابتوب على طول، فتحت البرزنتيشن، صرت أكتب في البرزنتيشن على طول، ما كان في الثوت بروسس حق الكتابة أو طريقة التفكير اللي أنا رحت وفكرت وكتبت وأدري إيش وما أعرف وش وكذا، لا رحت على طول فتحت. فأنا في عشوائية كثيرة في طريقة التفكير. بس اليوم أنت لو جيتني وسألتني عن نصيحة مثلا في طريقة الكتابة، أنا بقول لك إيش مريت فيه أنا من تجربتي أنا. أنت قد تأخذ الإلهام في واحدة من الديتيلز هذه، ما أعرف إيش هي ممكن تكون يعني. بس أنا ما أحب إنه يعني ما أحب مثلا إنه أجي مثلا أقول اليوم أنا أنصح الجميع لما تجي تكتب روح اكتب في ورق، طلع الأفكار ما أعرف إيش كذا، لا ما أدري وشو. ممكن أعطيك إياها كطريقة تفكير، أنت تجربها ما تضبط معك، بس هي اللي تلهمك إن أنت توصل للطريقة اللي أنت تكتب فيها بأفضل طريقة. فأنا حريص جدا دائما إنه أي أحد يسألني، أي أحد يستفسر مني أساعده أو أوصله في الشخص اللي ممكن يعطيه الإلهام هذا. الحمد لله لأني أنا محاط بأشخاص يعطوني كثيرا، فلما يجيني أحد يكلمني وأوصيه على أحد، هذا الشخص يعطي بشكل كبير جدا الحمد لله. واليوم أنا حريص إنه لأنه السوق لسه صغير، يعني اليوم إحنا تكلمنا أنا وياك عن تطور السوق بشكل كبير جدا، بس السوق لسه صغير ومحتاج ناس، محتاج عدد أكبر بشكل كبير جدا. يعني نتكلم إحنا عن سوق ما في معاهد إلى الآن، ما في معاهد بشكل عملاق جدا. يعني أنت عندك كليات في الجامعات بشكل بسيط جدا، وعدد الطلبة اللي يتخرجون منها سنويا ما هو عدد كبير جدا. يعني احنا نتكلم عن مثلا قطاع مستقر أو قريب جدا إلى الاستقرار، مثلا القطاع المالي في السعودية. أنت عندك في واحدة من الجامعات في السعودية يتخرج منها يمكن خلينا نقول على الأقل 100 طالب كل سنة، أو 50 طالب خلينا نقول، عشان ما يمكن أعطي مبلغ ورقم يكون أعلى من ذا، ما أعرف أنا كم الرقم الصحيح، بس خلينا نقول 50 في المقارنة في الكليات اللي تخرج في مجالنا في السينما سواء أو في الكتابة أو في الإخراج أو في ذا، ما يتجاوزون 10 من أو 15 من كل الجامعات أو 20 من كل الجامعات. احنا نتكلم عن جامعة واحدة في القطاع المالي تخرج 50 شخص بمختلف وتنوع كبير وتفصيل وكذا. فثقافة الجيفنج باك مهمة جدا، وأنا استفدت منها يعني بعد الله فائدة عظيمة جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. طيب، وفي سؤال ختامي دايما بنسأل بيه كل حلقة كده، لو عبد الله بعد الخبرة اللي عدى بيها دلوقتي حالا والمشوار بتاعه كل حاجة، قعد مع عبد الله وهو لسه في بداية المشوار خالص، وهو لسه بيبعت لشني بيقول له أنا عايز أكون معاك في أي مشروع، أو قعدت معاه وهو بيقول لك قول لي حاجة، قول لي نصيحة، قول لي حاجة، هتقول له إيه؟ just do it. يعني سوي، اشتغل، سوي اللي أنت تحبه. والله فعلا
يعني انا دائما اسمع هذا في بودكاست وكذا، ما توقعت انه وقعوا بالمشاعر هذه. بس لا فعلا انا ممكن اضحك مع نفسي، يعني ممكن لو ارجع اقابل نفسي. انا قلتها هذه المعلومه، هذه النقطه قبل فتره. انا اخذت فرصه انه امثل في اعلان مع عمرو حداد، وانا يعني قريب الموضوع هذا من شهرين يعني. وطلعت وهي التفاصيل، يعني انا كذا لما جلست كذا واتفكر في هذه التفاصيل، انا اختارني عمرو حداد واختاروني الايجنسي والبروديوسر وقتها حبار وعمار ابو شادي everyone، ونحجز لي طياره وطلعت القاهره، ونحجز لي سكن، وفي سياره حتاخذني من السكن وتوديني على مكان التصوير، وانا اخلص تصوير في ووردروب تيم جايبين ملابس، خصيصا الملابس اللي انا احب البسها في التصوير، ومسؤولين عن هذه التفاصيل كلها، وفي مساعد مخرج قاعد يتكلم معايا في طريقة الأداء وكذا، وفي مصور جاي، وفريق كامل طاقم عملاق جدا قاعدين يصورون التفاصيل هذه كلها، وفي سيارة حتاخذني مرة ثانية من التصوير ترجعني للفندق اللي محجوز لي سكن فيه. أنا في وقت التفكير في هذه التفاصيل كلها قلت لو أرجع لنفسي قبل 5-6 سنوات أو 7 سنوات أبى أضحك، ما راح أصدق إنه هذا الشيء ممكن يصير. شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أنا مبسوط، يعني نعمة من رب العالمين، ومؤمن إنه القادم أجمل. والله ما أعرف ما هو القادم، ولكن مؤمن إن القادم أجمل. قد يكون الفيلم اللي أنا بشتغل عليه الآن نجاح كبير جدا، قد يكون فشل كبير جدا، ولكن أنا مؤمن جدا. أنا مريت في تفاصيل في فترات، يعني أنا اليوم أنا أتكلم معاك كنت أقول لك فترة جاهز من أفضل الفترات، وأنا تعلمت منها في 6 شهور. نفسيا ما كانت من أجمل الفترات، مريت فيها في تعب مرعب جدا 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 جدا، ولكن للأفضل. يعني أنا لولا الله ثم تجربة جاهز، في تجارب كثير ومعلومات كثير تعلمتها في تجربة جاهز، وعلاقات بنيتها في تجربة جاهز. لولا الله ثم هي، أنا ما حكون أنا اليوم. وهي اللي دخلتني بالطريقة السهلة لحبار، وبعدين في الوقت المناسب في حبار أنا كان فيه الفرصة أني أنا أنتقل من أكاونت مانجر إلى كرياتيف. فأنت مهما حصل شيء سيء، دائما الخيرة في مختاره الله، دائما الخيرة في مختاره الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أنا مؤمن في هذا الشيء، والإيمان والاستيعاب أنه يعني أنا اليوم كمخرج من الأشياء المتعبة اللي يمر فيها، وهذه أنا متأكد 100% من الناس اللي في الاندستري يمرون فيها. لو أجلس 3 أيام ما يتصل فيني بروديوسر يعطيني بريف، أوصل لمرحلة متعبة شوي. أبدأ أتفكر اللي هل ممكن لهذه 3 أيام أن تستمر تصبح 3 شهور أنا ما يدخل علي ولا مشروع؟ هل ممكن أن ما فيه بعدها بنص ساعة هذا كله يتلاشى، يختفي اختفاء تاما لما يتصل عليك بروديوسر يقول اسمع عندي بريف تصوير بعد 2 أسبوع ما أعرف إيش. لا أنت تنسى كل هذا وتدخل في بروسس كتابة التريتمنت. 3 أيام هذه طبقها من في الماضي. مفيدة جدا. التعب النفسي اللي انت تمر فيها مفيد جدا، لأنه هو اللي يعطيك البوش. لما يكلمك البروديوسر يعطيك المشروع، انت تدخل المشروع بطاقة اللي انا حأبذل قصارى جهدي ان هذه 3 أيام ان شاء الله على خير لن تتكرر. لن تتكرر. فلا ما انا يعني واذا كانت كليشيه انا حقولها، واذا كانت كذا شكلها مبتذل بقولها. انا ممكن لو اقابل نفسي قبل 8 سنوات حبكي من الفرحه، يعني هقابل نفسي كذا اللي احنا نتبادل انا وانا دموع الفرحه، خصوصا انه حيكون مضحك جدا، لانه انا لو ارجع 8 سنوات حكون وزني 160 حيكون مضحك جدا انه انا هو حيشوف انجاز على الناحيه العمليه وانجاز على الناحيه الجسديه والصحيه. الحمد لله. فانا يعني لا ممكن حابكي بكاء سعيد جدا الحمد لله. يمكن عيوني بدأت تتلألأ الآن. أنا لا مبسوط. يعني أنا فكرة إنه أنا اليوم معاك في هذا البودكاست أنا طاير من الفرحة. يعني هي أنا مؤمن إنه هذه مشاعر لازم الناس تستوعبها، إنه ما هو شيء سهل. الحمد لله اليوم إني أنت تتواصل معي وأنت حاجز طيارة من مصر وجاي هنا السعودية عشان تعمل هذه الحلقة.
وقد يستفيد منها الكثير من الناس، الحمد لله رب العالمين. وأنا بالنسبة لي لو يستفيد منها شخص واحد أنا بكون راضي كل الرضا، الحمد لله رب العالمين. وبس اسمح لي just to mention أخيرا يعني في ثقافة الجيفنج باك، أنا يوم أنا لابس تيشيرت آرت سايت وكنت والله غير مخطط إني أنا ألبس التيشيرت هذا ولا أتكلم عنه، بس حمزة بالفقيه هو شغال على منطقة فن، هم من الناس اللي مطبقين لثقافة الجيفنج باك بشكل كبير جدا. هم حمزة ما يحب يتكلم، فأنا بأخذ الفرصة هذه وأتكلم عنه لأنه هو قاعد يسوي فعلا شغل جميل جدا. معامل زي الكوميونتي كذا، مهتمة في المصممين والفنانين بشكل عام. يمكن تركيزه شوية على المصممين لأنه هو حمزة أصلا باك جراوند ديزاينر. اللي قاعدين يسوونه صراحة شغل عظيم جدا يعني، وأتمنى لهم أن يستمروا وأتمنى لهم التوفيق دائما وأبدا. يعني هم قبل بداية السنة عملوا كالندر، كل شهر من الشهور مصمم من المصممين اشتغل على ديزاين الصفحة حقت كالندر مطبوع، وكان جزء إذا ما خاب ظني المبلغ كله أصلا يذهب تبرعات، فكله giving back. يعني هو راح آمن بمصممين عشان يصممون هذه الكالندرز، فهم يأخذون صيت ويجي لهم شغل في السوق، والفلوس اللي تطلع منه حتروح لتبرعات، فهذا giving back وهذا giving back. والتعاون مع شركة هي اللي تطبع هذا وتوصل وتبيع هذه الأشياء، فكله كذا. أو هذا كونسبت منطقة فن يعني. حمزة مشكورا كله giving back. وحمزة من الناس اللي أنا ساعدني يعني، أنا الحمد لله ربي أكرمني إنه حمزة مكتبه كان قدام مكتبي، كان متعب أيام يعني، متعب إنك تشوف حمزة كل يوم الصباح بس برضو نعمة من رب العالمين الحمد لله. الحمد لله. عبد الله فخور بيك وبرحلتك لغاية دلوقتي، ومتحمس أكتر أشوف إن شاء الله السنين الجاية وأعمالك الجاية إن شاء الله. يعني شكرا بجد إنك يعني نورتنا النهاردة في جيفنج باك، وإنك كنت موجود معانا، وشكرا إنك حاطط على طول في اعتبارك الثقافة وبتحاول إن أنت تطبقها على قد ما تقدر يعني. فنورتنا فعلا في جيفنج باك. مستنيين إن شاء الله الحلقة تنزل، وزي ما أنت بتتكلم يعني إن شاء الله يستفاد منها ناس كتير، بس حتى لو شخص واحد بس استفاد ده لوحده بالدنيا كلها يعني إن شاء الله. بس حبيبي عبد الله شكرا جزيلا. شكرا ليك انت. وأكرر شكري أخيرا للجميع والله بلا استثناء. أنا آسف لو نسيت اسم أحد ما شكرته، وحقك علي ومسحة في وجهي أنا نسيت اسمك، ولكن إن شاء الله يكرمني ربي في حلقة ثانية سواء معك أو في أي منصة أخرى وأشكرك. والمحبة في القلوب والشكر في القلوب. وأنا أدعي دائما لكل شخص تقاطع معي وخدمني وساعدني في هذه الحياة، شكرا من القلب يعني لله ثم للأشخاص هذول اللي ساعدوني. ربنا يبارك فيك. شكرا لك على الاستضافة الطيبة هذه، والشباب اللي وانا وراه ما قصروا يعطيهم العافية. ربنا يبارك فيك والله. يلا نقاط بقى مع بعض. يلا 1 2 3.